يا نهار ابيض يا ابو الكباتن، وسام ابو علي بعد كل الضجه دي هيستمر وهيكمل في الاهلي؟ ايه الحكايه؟ الدنيا مقلوبه وعايزه تعرف مصير وسام ابو علي هيكون ايه. وسام ابو علي يا ابو الكباتن طلع كلام انه كوبري البيراميدز، وبعدها كلام انه رايح لتركيا، ولكن النهارده بقى الكلام انه هيستمر في الاهلي. الاهلي هيسجل وسام ابو علي في القائمه المحليه، عشان يعني لو ما تسجلش في الفريق الامريكي هيكون فريق ويحق ليه الانتقال لاي نادي مجانا. وكمان الاهلي ما ارسلش البطاقه الدوليه بتاعته للفريق الامريكي، لان لسه الفريق ما دفعش ولا سنت واحد من الفلوس اللي تم الاتفاق عليها، يعني رسميا وحتى اللحظه دي وسام ابو علي لاعب في الاهلي. لو طبعا الفريق الامريكي فشل في قيده يبقى ما فيش فلوس وما فيش وسام، ويبقى وسام كما هو في الاهلي. انا بصراحه مش عارف الصفقه دي مالها كده من البدايه لحد النهايه، مش عايزه تخلص ليه. تمسكنا بيه قال لك لا سيبونا امشي، سيبناه مش عارفين يسجلوه وحوارات كتير. صفقه مش عايزه تخلص وملهاش نهايه حرفيا. تفتكر بعد كل ده وسام لو استمر في الاهلي هيكون ليه مكان؟ ولو افترضنا انه هياخد فرصه تفتكر هيكون في نفس مستواه، ولا تفتكر ان المشكله هتخلص ووسام هيرحل في النهايه؟ لو انت ما تعرفش اصلا يا ابو الكباتن، فوسام اصلا لسه قاعد في مصر تحديدا في الساحل الشمالي بيقضي الاجازه بتاعته وبيتدرب مع مدرب خاص استعدادا للسفر لامريكا. يعني وسام ابو علي لا يسافر لامريكا لا اما يركب عربيته ويرجع على التتش.